أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما دونه فإنما هو في النار. مخيط، كم قيمة المخيط؟ قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: ولم؟ قال: سمعتك تقول من استعملناه عملا فكتمنا مخيطا فما دونه، أي ما هو أقل منه، كان في النار. قال: وأنا أقولها الآن. نعم عبد الله، فإن الأمانة أمرها عظيم، ولذلك تبرأت السماوات والأرض والجبال وخفن من ذلك أن يحملن ذلك، وحملها الإنسان. فإذا اؤتمنت على أمر فكن أمينا. نعم عبد الله، وإن الأمين هو الذي يستحق أن يولى وأن يمكن. قال الله عز وجل عن سليمان عليه الصلاة والسلام: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. القوة قوة الإيمان وقوة الثبات والاستمساك بالحق والأمانة على ذلك. ولهذا فهذا الذي يستحق أن يكون واليا، وأن يكون خازنا، وأن يكون مؤمرا وسائر ذلك. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخازن المسلم الأمين الذي يؤتي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين. يأتي صاحب الخير ويضع عندك، أو المسؤول أو ولي الأمر، فيضع عندك شيء فتكون مؤتمنا عليه فتعطي ما أمرت به فلك مثل أجره. أحد المتصدقين، هذا الذي تعب والذي جمع والذي صنع، وأنت تقوم بحفظه وتقوم بالأمانة عليه. أحد المتصدقين.